السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اماني من قناة اكلة هنية مع اماني. النهاردة باذن الله بقى حلقة وصفات اكلات سمك. طعم تحفة وسمك ما شاء الله عليه بلون ذهبي وجميل وخطير، ويعني بجد والله السمك بيتكلم عن نفسه. وهنعمل كمان البسارية البلدي بتاعتنا الجميلة ما شاء الله بشكل جميل جدا ومميز. وهنعمل السلطة، وهنعمل البدنجان المحيق بالدقة المميزة بتاعتنا، الدقة بتاع المصريين الجميلة. وبابا غنوج بصراحة ما يختلفش عليه اتنين في الطعم والشياكة والجمال. والبسارية الحلوة دي التحفة دي ما شاء الله، وهعلمكم ازاي نعملها بالشكل ده. وطبعا الرز الصيادية هنعمله مع بعض في الفيديو ده. كل ده في الفيديو بتاع النهاردة. بس يا ريت ما تنسيش اللايك الجميل بتاعك للفيديو بتاعنا. ولو ما اشتركتيش عملتيش اشتراك في القناة بتاعتي، يلا اعملي على طول تحت في القناة كلمة اشتراك، دوسي عليها وبعدين اضغطي زر الجرس للكل عشان يوصلك اشعار بأي حاجة بنزلها جديد. وكمان كومنت حلو بقى من عندكم، ايه رأيكم في البسارية الجميلة دي؟ بجد مش تحفة؟ ما شاء الله، الله أكبر، اللهم بارك، فعلا جميلة جدا. والطعم يعني عايزة أقول لكم بصراحة ربنا تحفة جدا والله العظيم، جميلة جميلة جميلة. ايه رأيكم؟ ما شاء الله. هنعرف كل حاجة في الفيديو بتاع النهاردة ده. هنعمل السمك، وهنعمل البسارية، وهنعمل بابا غنوج، وهنعمل البدنجان المحيق. بس يلا ندخل بقى نشوف الفيديو. عندي بقى سمك بلطي وسط كده. انا بحب اجيبه وسط، وحتى لو كبير او صغير كله ما يختلفش عليه اتنين. بصراحة السمك فعلا من الاكلات الجميلة جدا اللذيذة، اللي بصراحة لو بيخيروني بقى اكل طبيخ ولا اكل سمك، طبيخ ولحمه ولا اكل سمك، هقول لهم لا انا بحب السمك. يلا بقى نشوف معانا هنعمل التحقيق بتاعه ايه. عندي توم، وعندي فلفل احمر، وعندي كمون، وعندي قرفه ناعمه، وعندي ملح بكمون. انا بحب دايما احط الملح بكمون كده مع بعضي. تمام. وضفت بقى في الكبه بتاع الخلاط الصغيره اللي هي بتاع التوابل التوم على الفلفل الاحمر الحار. ممكن تضيفي فلفل اخضر، ممكن تضيفي فلفل رومي، اللي متوفر عندك اعمليه. تمام. وده ملح بكمون. انا دايما بدرب ملح بكمون وملح بفلفل اسود، بحتاج ده الحاجات وده الحاجات. تمام. وشويه قرفه صغيره وشويه كمون. تمام. الكمون بقى ما اقولكوش بقى في السمك بيبقى حاجه جميله. الدقه دي هي المعتاد عليها، بس احنا بقى هنضيف تكات مختلفه. بس مش هو ده الخلطه اللي احنا هنضيفها للسمك. تمام. هنزود عليها حاجة إضافات تانية، بس تابعوا الفيديو للآخر. تمام. هضرب بقى الدقة بتاعتي دي في الخلاط عادي لحد بس ما كلها تتخلط كويس جدا. ما عندكش كبة خلاط تقدري تعملي في الهون المتوفر عندك اعمليه. تمام. أهم حاجة الدقة دي تنعم كويس جدا عشان تدينا نتيجة مميزة زي ما انتوا شايفين كده. بس كده خلصت ونعمت الدقة بتاعتي. وهنشوف بقى هنعمل فيها ايه، وهنشوف هنتبل السمك بايه. بصوا بقى، انا هنا عندي بصلايه متوسطه صغيره قطعتها صغير، وعندي هنا شبت، وعندي كزبره. تمام. طب هو انا هعمل ايه؟ هعمل حشوه سمك مختلفه عن اي حشوه تانية بطعم السنجاري. بس هنقليه. تمام. يعني انت تقدري تعملي السمك ده سنجاري في الفرن كده، تجيبي الورق السلوفان الحراري وتدهنيه زيت وتحشي بيه الحشوة اللي احنا هنعملها كده، وتدخليه في الفرن ني في ني، هيطلع معاكي سنجاري. عايزة تقليه هنقليه النهاردة مع بعض. عايزة تعمليه مشوي تقدري برضو تعمليه بالخلطة دي وتشويه على صاجة على البوتاجاز. او لو انت حابة تعملي في اي مكان تاني مش على البوتاجاز براحتك. تمام. ضفت شوية زيت وببتدي بقى اخد من الخلطة الدقة اللي احنا عملناها. وبعد ما خرطنا الشبت والكزبرة نعمناهم كده معانا، وضفنا شوية زيت صغيرين، وابتدي بقى ادمج كل الحاجات دي، الخلطة اللي انا خلطتها دي في بعضيها.
بطريقة كويسة جدا. تمام، والله العظيم تحفة. البصل بيديله تسكيرة كويسة جدا. ما تضيفوش طماطم يا جماعة. تمام، لو هتعملوه معلش سنجاري تقدري تضيفي طماطم، لكن احنا عشان هنقليه مش محتاجين حاجات تطريه اكتر من كده. تمام، احنا عايزينه برضو ناشف وجميل وزي الفل وزي العسل. تمام، هبتدي افتح السمك بتاعي عشان برضو يتبل معايا من بره وياخد طعم جميل جدا ومميز. تمام، لو انت مش حابه تفتحيه براحتك، ده كله يرجع ايه لذوقك والحاجه اللي انت بتحبي تعمليها. ابتديت بقى مسكت ايه سمك كده كده وهبتدي ادخل في بطنها الحشوه بتاعتنا، وكمان في الفتحات اللي احنا فتحناها من السمكه من بره هنبتدي برضو ندخل جواها الحشوة بتاعتنا عشان تاخد ايه تطعيمة كده وطعم حلو. السمك من الحاجات اللي احنا مش المفروض ان احنا نعمله ونسيبه وقت طويل في التتبيلة. هو اصلا مجرد السمك بيتشرب بسرعة من الحياء، يعني كبير ونص ساعة ومش هنقعد فيه كتير. تمام، الا بقى لو انت عندك زيادة فهتحيقيه وتشيليه في التلاجة، ده عادي، ده يرجع لك. تمام، طبعا تقدري تعملي الحشوة دي في اي سمك، مش شرط بولتي. تقدري تعملي مكاريل، تقدري تعملي بوري، تقدري تعملي اي حاجة. احنا هنعمل النهاردة السمك البولتي وهنعمل البسارية بطريقة مميزة جدا. اقسم بالله تحفة جدا، تحفة تحفة تحفة. يعني عايزه اقول لكم بصراحه ربنا، انا كل اللي بياكل مني بسارية بيقول لي فعلا ممتازه. عايزه اقول لكم ان البسارية كمان من الحاجات اللي هي يعني الى حد ما مش غاليه، ونقدر نعملها وتبقى وجبه وحديها مش محتاجه اي حاجه. تمام، بس انا كده جبت نص كيلو بسارية وقلت اعمله مع الفيديو بتاع البولتي ده النهاردة، وكمان نضيف عليه البابا غنوج. وهقول لكم الطريقة بتاعتي اللي انا بعمل بيها البابا غنوج والبدنجان المحيق الجميل ده ما شاء الله، والرز الصيادية. كل ده في الفيديو بتاع النهاردة. بس يلا نشوف بقى هنعمل ايه. نمسك شوية خلطة كده من التتبيلة اللي احنا عملناها، نضيفها بقى من فوق كده على السمك من بره كده عشان الثوم والملح والحقيق اللي احنا عملناه يتشرب. وده البسارية بتاعتنا بعد ما شطفناها بالمية كده وعصرنا عليها ليمون وصفيتها من المية. تمام، بقت بالشكل ده. تجيبي طبعا الطازة الفريش اللي هي فيها لمعة جميلة جدا، هتمسكي منها شوية من الخليط الحقيق اللي احنا عملناه وتعصري عليها عصرة ليمونة تبقى بالشكل ده. وهنضيف عليها كمان شوية كمون عشان انا بصراحة بحب الكمون في الاسماك. يعني سمك يعني توم وكمون، كزبرة ناعمة، شوية شطة صغيرين. انا كمان حابة احط لها شوية شطة صغيرين كده بتبقى حلوة قوي. بس هنقلب بقى كل الكلام ده مع بعضين عشان نبتدي نقلي الاول البسارية. بس بقى تعالوا بقى نشوف هنقليها ازاي ونروق عليها ازاي ونظبطها ازاي. مش هنقلي وخلاص، تعالوا بقى نشوف التفاصيل. شايفين البسارية بصراحة ربنا تتاكل نية بس طبعا مش هينفع ناكلها نية. تعالوا بقى نشوف هنعمل فيها ازاي ايه. قبل ما نقليها نسيبها شوية صغيرين، نبتدي نعمل الرز بتاعنا عشان يبتدي يستوي. رشة ملح على البصلة، بصلة متوسطة أو بصلتين، وضفت زيت الذرة وابتديت بقى قلبت في البصلة كده، رشة كمون صغيرة عشان البصلة وعشان ريحة البصلة ما تبقاش وحشة. اول ما تبتدي البصلة تاخد معاكي لون ذهبي زي بالطريقة دي، هي يا دوبك لون ذهبي. طب انا لو عايزاها مش صيادية، عايزاها رز بني، هسيب البصلة تاخد لون كويس جدا. بس احنا عشان هنعمل رز صيادية يعني بصل وطماطم، بصلة يا دوبك تاخد لون اصفر ذهبي وننزل عليها بعصير طماطم. تمام. طيب انت لو هتعملي نص كيلو رز هتحطي لهم بتاع 3 حبايات طماطم تفرميهم في الخلاط. ده بقى البدنجان يا جماعه اللي هعمله بابا غنوج. تمام، ضفت هنا على العين دي بدنجانه، وهوريكم على العين التانية بدنجانة تانية. تمام، عشان انا كنت هعمل بدنجانتين. طبعا لو انت عندك واحدة كبيرة جدا تقدري تعمليها وتكفي الغرض بدل الاتنين. تمام،
البدنجان البابا غنوج بصراحة ربنا تحفة جدا، تحفة. يعني عايزة اقول لكم قد ايه لما ناكله مع الرز بيبقى أكلة جميلة جدا. تمام. ضفت كده في الطاسة بتاعتي الزيت، وهبتدي اقلي في البدنجان بتاعي، خرطه طرنشات بس تخينة شوية وما قشرتوش. لو انت حابة تقشريه قشريه، بس انا بصراحة عملته كده على السريع عشان انجز في الوقت بتاعي. ده مش هنختلف عليه. لو البدنجانة قشرتها طرية بناكل البدنجانة بالقشرة بتاعتها. لو انت مش حابة تخلي القشرة قشريها عادي، مش هنختلف على الكلام ده. تمام. عندي الطماطم اللي في الحلة جوه دي بدأت خلاص اتسبكت، الطماطم بالبصلة بتاعتنا. ضفت في الشفشق كده شوية مية صغيرين. تمام. لحد بس ما غلت معانا المية، ابتديت غسلت رز بلدي عادي، ونزلت بالكمية بتاعتي بتاع الرز. اهم حاجة المية تكون مغطياه بسنتي واحد او بعقلة صباع واحد من ايديكي. تمام. وتبتدي ترشي عليه ملح بتاعك، ومش هضيف اكتر من كده. الملح اللي انا ضفته ملح بكمون، وانا في الاول كنت حطيت كمون. خلاص على كده هبتدي بقى ايه، اسيبه براحته على ما يغلي غلوتين. هبتدي اغطيه، وبعدين اسيبه براحته واغطي عليه بقى واديله ايه وقته خالص. تمام. وانا هنا وانا هنا على الطاسه ابتديت اقلب البدنجان اللي انا بقليه، اللي احنا هنعمله بدنجان محيق بالطريقه دي عشان نطلعه كله لون واحد ويكون لونه ذهبي. تمام. والبدنجان التاني زي ما انتوا شايفين برضو بيتشوي كده على النار. تقدري تعمليه برضو في الفرن، بس الأسرع بقى على البوتاجاز. تمام. لو في الفرن هتعمليه على الصاجة نفسها بتاع الفرن. تمام. طلعت البدنجان كده بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. لونه ما شاء الله، الله اكبر، لونه كله لون واحد. اللون الذهبي اللي انتوا شايفينه ده ما شاء الله هو لونه ده كده جميل. وطبعا احنا عاملين الحقيق معاكم في الاول التتبيلة اللي احنا عاملينها الاول للسمك باضافات تانية ضفناها. احنا بقى التتبيلة دي للبدنجان بصراحة ما يختلفش عليها اتنين، طعم روعة. بس اهم حاجة مباشرة اول ما البدنجان يطلع من الزيت وهو سخن تضيفوا له التتبيلة دي. انسي بقى شم الريحة، شم الريحة تحفة جدا. الحياء بتاع البدنجان تقدري تحطي له حاجة من الاتنين، يا اما ليمون يا اما خل، انتي وراحتك. انا بصراحة بحط ساعات مرة ليمون وساعات مرة بحط خل، الاتنين تحفة والله العظيم. ماشي. هضيف بقى ليمونة هنا على البدنجان، وهسيبه بقى يا جماعة براحته يتشرب، ويبقى كده ايه خلصنا البدنجان بتاعنا بقى بالشكل ده. ايه رأيكم؟ ما شاء الله مش عايز كلام. بذمتكم مش تحفة؟ البدنجان ده وحديه ممكن تاكليه كده جنب شوية بطاطس وعيش وجرجير، يعني ما مش محتاجين حاجة تاني اكتر من كده. وتعالوا بقى نشوف البابا غنوج هنعمله ازاي بعد ما خرجته خلاص من على البوتاجاز وهو سخن كده. بقشره ايد ماسكه شوكه والايد التانية ماسكه عنق البتنجانه، وبعد ما اتقطعت معايا طبعا سبتها وابتديت بقى اعمل بايدي والتلاسوعه اللي انا عماله بتلاسوعها، بس ما يجراش حاجه عادي. تمام. بشيل بقى القشرة اللي من بره اللي لونها اسود زي ما انتوا شايفين كده. لو فيها اي حاجة بخرجها عادي، بس وهي سخنة كده على طول، عشان لازم تتعمل وهي سخنة، عشان هنضيف عليها اضافات. فعشان كده بقول لكم لازم تتعمل وهي سخنة، وهي بتطلع البخارة بتاعتها والدخانة بتاعتها كده زي ما انتوا شايفين. تمام. دي كده البدنجانة الأولى. طبعا هي زي ما قلت لكم عشان صغيرة عملت 2، لو انت عندك كبير اعملي كبير على طول وتريحي نفسك. بتقشريها بكل سهولة وبتطلع معاكي بسرعة. اهم حاجة ما تنشفيهاش قوي، لانها لو نشفت قوي هتتحرق منك، والبدنجانة السوائل اللي جوه البدنجان هينشف، مش هتديكي افضل نتيجة. تمام. يعني مجرد ما تضغطي عليها وهي على البوتاجاز كده تلاقيها من جوه استوت، فخلاص كده تمام، بحيث ان هي تتقشر معاكي بسهولة وتكون من جوه البدنجانة نفسها جوسي كده وطرية وطعمها تحفة. تعالوا بقى نشوف. عملت التانية اهي، هخرج فيها لو اي حتت صودا صغيرة بشيلها. وتعالوا بقى نشوف الاضافات بتاعتنا ايه. كان عندي شوية تتبيلة اللي هي بتاع البصل والحقيق الثوم اللي احنا عملناه، وده بقدونس. شوية كده ورق بقدونس من الصغيرين خرطته كده بالسكينة زي ما انتوا شايفين.
بالطريقة دي. وهنضيف عليه معلقة أو معلقتين من الحياء بتاع التومة اللي في الكبة بتاعتي، وشوية زيت زي ما انتوا شايفين. وهنبتدي نحط الطحينة. دي طحينة رشيدي الميزان. تقدري تضيفي طحينة خام او طحينة اي حاجة. كيس ب2 جنيه مش هيكلفك كتير والله يا جماعة. وانتي بس بتقلبي كده في البابا غنوج، ريحته تحفة، دمار دمار وخطير. بس كده شايفين البابا غنوج تحفة جدا. قلبي بس كل ده وامزجيه كده بالشوكة بالطريقة دي. ايه رأيكم؟ جميل جدا. الطبق ده هيتاكل اول حاجة اساسا. ايه رأيكم؟ بجد تحفة جدا من الاخر. ذوقي بقى الطعم وشوفي قولي لي عامل ايه. ده بابا غنوج الاصلي اللي ما فيهوش بقى زيادات زيادة عن كده او اي حاجة. بجد تفاصيله سهلة وبسيطة. تعالوا بقى كده هنقول ايه، هنعمل ايه دلوقتي. نقلي البسارية معانا. عندي كيس نايلون كبير وفردته، وجبت صينية وابتديت فضيت الكمية بتاع الدقيق اللي موجودة عندي. وهنبتدي ننزل بشوية من البسارية زي ما انتوا شايفين، مش كله تمام، شوية على قد الدقيق او اقل من الدقيق اللي موجود عندك. وهنبتدي نغلف البسارية في الدقيق بالشكل اللي انت شايفاه ده. قلبي من فوق لتحت ومن تحت لفوق. وليه بنعمل في حاجة واسعة؟ عشان براحتها كده وتاخد راحتها وانت بتقلبي بالشكل ده. تمام؟ شايفين عاملة ازاي؟ وعلى الكيس النايلون اللي موجود هنبتدي نضيف كل البسارية اللي احنا عملناها في الدقيق، ونقلب بمصفى كويس جدا. ونفرغ كل الدقيق الزيادة من المسافات الصغيرة اللي خارجة من المصفى زي ما انتوا شايفين كده. ونقلب يمين وشمال ومن تحت وفوق ونبتدي نظبط الدنيا كده. تمام. والدقيق الزيادة ده يا جماعة احنا مش هنرميه، احنا لسه هنعمل بيه كل الأسماك اللي عندنا وكل الكمية اللي موجودة عندنا من بقية البسارية والسمك اللي موجود عندي. تمام اهو. هنخليه كمان. بس احنا خرجنا البسارية وهنشوف هنعمل بيها ايه. تمام. اول حاجة معلش انا في مقطع اكيد ما تصورش، مسكت كل البسارية كل 3 في بعضيهم في ديلهم بشبكهم في بعضيهم. تمام. الدقيق طبعا مع البسارية في نسبة ميه صغيره اتشبكت معايا، بس والله انا كنت بصورها، بس اكيد المقطع ده ما جاش في التصوير او ما تصورش. انا كنت فاكره ان انا بصوره بس طلع ما تصورش. تمام. بس الطريقه واضحه وبسيطه. بنمسك 3 من البسارية، وكل 3 ديول من البسارية نقفلهم وضغطه بايديكي كده مكان الدقيق والبسارية تضغطي وهو هيتقفل وحدي، لان دقيق وفيه سنه ميه هيتقفل. تمام. ونطلعه كريسبي زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده. ايه رأيكم؟ 3 هم وبيقرمشوا والطبق معايا كده. عايزه اقول لكم بس انا عشان حذفه الصوت فوالله العظيم مقرمش جدا وجميل والشكل التحفه ده. ايه رأيكم؟ اهو جميل جدا. شايفين الجمال؟ والله العظيم تحفة. والطريقة دي اتعلمناها زمان من أهالينا. كانوا بيعملوا البسارية بالشكل ده. مش هننزل البسارية كده مرة واحدة. تعالوا نشوف شكلها عامل ازاي. ايه رأيكم؟ هنعمل نفس الكلام بس ما نكترش على الطاسة بتاعتنا. مجرد بس ما تاخد الأماكن اللي هي الفاضية ننزل فيها البسارية وبعد كده خلاص. يعني شوية شوية. ويا جماعة كمان مش هنعلي النار تبقى وسط عشان بس الحاجة ما تتحرقش منا وتاخد منا لون زيادة عن اللزوم وبصراحة نفقد الحاجة وتطلع مش أحسن حاجة. تمام بالشكل ده. وانا بخرج البسارية والنار تبقى هادية. تمام. خلصت البسارية معانا وابتديت ضفت كمان السمك بتاعي في نفس الطاسة اللي احنا عملنا فيها البسارية. والسمك ما شاء الله الله اكبر عليه تحفة جدا، جميل قوي. والطعم يا جماعة والله العظيم هيبقى مميز بطريقة جميلة جدا. بقلب السمك معايا مجرد بس ما خد لون ذهبي زي ما انتوا شايفين كده هيطلع معاكي جميل جدا وتحفة. شايفين الجمال؟ هقلب كده السمكة دي ما كانتش عايزة تتقلب معايا بس هقول لها تعالي هقلبك برضو بالشكل ده. ايه رأيكم؟ طلعي السمك بقى لونه ذهبي وجميل.
لو انت بقى عايزة تزودي التقرمشة بتاع السمك اكتر، اعملي طبقات من دقيق لطبقات مية، من طبقات لدقيق وطبقات مية، هتلاقي الكفر من بره بتاع السمكة خدت لون ذهبي وقرمشت اكتر. تمام. بس انا كنت حابة اللي هو الطبيعي بتاعنا، وفكرة بقى الحشو بتاعها الحشوة مختلفة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، اللي انتوا شفتوه بقى معايا في الفيديو. طبعا حبايبي لو انتوا وصلتوا معايا في الفيديو لحد دلوقتي، يا ريت ما تبخلوش عليا باللايك الجميل بتاعكم وكومنت حلو من عندكم، والاشتراك لو انتوا ما اشتركتوش معايا في القناه، وفعلوا تنبيهات الجرس للكل عشان يوصلك اشعار باي حاجه بنزلها جديد. وشيروا بقى الفيديو على قد ما تقدروا. طبعا انا معاكم قناه اكل هنيه مع اماني. يا رب يا رب الفيديو بتاعي ده يوصل لأكتر عدد من المتابعين وأكتر عدد من اللايكات. أتمنى ذلك لأن عشان أكمل لكم وأنزل لكم فيديوهات أكتر وأكتر. ويا رب يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم وما كنتش مملة. بس والله العظيم كل حاجة كنت حابة أشارككم في تفاصيلها، لأن بجد كل حاجة محتاجة إن أنا أقول لكم أنا عملت ده إزاي وعملت ده إزاي. شايفين البسارية ما شاء الله عليها تحفة إزاي، وزي ما انتوا شايفين التلاتة كده. عارفين الأغنية بتاع إحنا التلاتة؟ هم دوم التلاتة ما بيفرقوش بعض بعد ما اتقلوا بالشكل الجميل ده، وطلعوا بالطعم والجمال واللون الذهبي الكريسبي الجميل اللي انتوا شايفينه ده. البسارية الجميلة اللي كلنا ما نختلفش عليها في طعمها وجمالها واقتصادية في السعر. والفيديو بتاع النهاردة وجنبيه شوية سلطة جميلة، سلطة خضراء بلدي عادية. بجد اعجبني قوي البسارية وطعمها جميل، والسمك الجميل بتاعنا اللي هو يتاكل اكل بصراحة ربنا تحفة جدا. البسارية بقى شايفين بنتي عاملة فيه ايه، صورت لي صورة كده وهي حطاها على ايديها. والبدنجان المحيق الجميل ده التحفة ما شاء الله الله اكبر. والبابا غنوج الجميل جدا والله العظيم طعمه حرفيا تحفة. والبدنجان المحيق، وطبعا كمان الرز الصيادية اللي احنا عملناه مع بعض بالطعم الجميل. يا رب يكون الفيديو عجبكم. مع السلامة.